ليه أنت مش راضي عن نفسك؟ حرفيًا مش كده إننا رمينا نفسنا بإيدينا في جحيم اسمه أنا ما أستاهلش، أنا مش كامل، هو أحلى منّي، هو أطول، هو أضخم، هو أنجح، ومش واخدين بالنا إننا نزلنا نفسنا في قاع حُفَر نفسية وما حدش هييجي ينقذنا، عارف ليه؟ لإن دي حَفَر جوانا وإحنا اللي حفرناها، السؤال مش إزاي تطلع ولا الهَم إحنا ليه وقعنا أصلًا، ناس كتير بتزعل على حاجات هي أصلًا ما اخترتهاش، عيلة، شكل، طول، لون، بشرة، صوت، حاجات مش بإيدك ومش هتعرف تغيّرها، طب ليه حاطط أملك وزعلك عليها؟ ليه رامي نفسك في zone لو كنت كذا كنت هابقى أحسن؟ مش الأحداث هي اللي بتتعبنا، لكن نظرتنا ليها، يعني المشكلة مش في شكلك، المشكلة مش في حكمك على شكلك، والفيلسوف سقراط قال: "اعرف نفسك." مش قال غيّر نفسك ولا شبِّه نفسك بغيرك، قال اعرفها. اتعامل من نقص شماعة بتعلّق عليها فشلك وبتنسى اللي في إيدك وتفضل واقف مكانك، الحل مش فيديوهات تحفيز ولا كتب تطوير ذات، الحل بسيط جدًا، التقبُّل، تقبّل إن ده شكلك، تقبّل إن دي ظروفك، وبعد التقبُّل اشتغل، ربنا ما خلقكش حد من غير ميزة، الميزة مش شرط تبقى شكل ولا طول ولا جسم، ممكن تكون عقل، صبر، فهم، طيبة، موهبة، حكمة، إحساس، دَوّر عليها وكبّرها وخلّيها أعظم حاجة فيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم وأعمالكم." يعني كل اللي أنت متضايق بسببه مش هو معيارك عند ربنا أصلًا، وقال كمان صلى الله عليه وسلم: "ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس." الغنى هنا مش فلوس، دي راحة، وربنا قال: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم." يعني ما تبُصّش على غيرك وتنسى نفسك، ركّز في نفسك، اشتغل على اللي عندك، طلّع طاقتك، ساعتها بس هتعرف قيمتك بجد، أنت مش ناقص، أنت بس مش راضي، ولمّا ترضى هترتاح.